السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة حورس دي جي. احنا النهاردة يا جماعة هنكمل بقية الكلام بتاعنا على نظام الصوت. ولو انت عايز تخش في مجال الصوت، مجال الديجيهات بصفة عامة، ايه المتطلبات اللي مطلوبة منك، او ايه هو مجال الديجيهات، او ايه هو الصوت بصفة عامة. فاحنا هنتكلم عن الموضوع دوت باستفاضة بطريقة سهلة. كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا على إن في المجال بتاعنا دوت متقسم لثلاث طبقات: الطبقة اللي هي العالية، الطبقة المتوسطة، والطبقة تحت المتوسطة. الطبقة العالية ديت اللي هي كانت الحفلات الكبيرة والكلام دوت، اللي هي بتنظمها شركات للنجوم اللي هم السوبر ستار والكلام ده. الطبقة المتوسطة الأغلبية فيها بتبقى منتشرة دلوقتي، اللي هي بتبقى في الفنادق والأوتيلات والطبقة تحت المتوسطة الطبقة اللي بتنزل في الشوارع بتشتغل والكلام ده. واحنا النهارده يا جماعة هنبدأ بقى في يعني ايه صوت. نبدأ ألف ب صوت. يعني ايه صوت؟ الصوت هو عبارة عن اهتزازات بتطلع من الجسم عندنا، بتمشي في الهواء فبتوصل للودن، فبتترجمها الودن عن طريق اهتزازات برضو، وبيوصل القصة دي بتترجم لصوت. فالصوت هو عبارة عن اهتزازات وترددات ماشية في الهواء. طيب، عندنا الودن البشرية عندنا بصفة عامة بتقدر تستقبل، تقدر تترجم، بتقدر آه، تفهم مدى ترددي في الصوت من وإلى. مش في المطلق من زيرو لكذا، لا لا لا، من وإلى، من رقم معين لغاية رقم معين، وهو من 20 هرتز لغاية 20,000 هرتز. طيب، ده المدى الترددي اللي البني آدم، اللي الإنسان بيقدر. وأنا بتكلم على البني آدم طبعا في الحيوانات والكلام دوت بيستقبلوا مدى ترددي مختلف عننا، إحنا ما نقدرش نسمعه. هم بيتحملوا حاجات إحنا ما نقدرش نتحملها. فربنا يعني خصص لكل كائن على الوجه الأرض مميزات إن هو يبقى قادر يستقبل القصة ديت من غير ما تضر بيه. فالصوت عندنا اللي احنا بنستقبله من 20 هرتز لغاية 20,000 هرتز، بس دوت متقسم بقى لأقسام. أنا ليه بقول لكم كده يا جماعة؟ احنا بادئين الأرقام دي هتنفعنا فيما بعد لما تخش على أجهزة الصوت وتظبيطاتها والكلام دوت. هتخش هتلاقي الأرقام دي موجودة على الأجهزة ديت، فأنت هتحتاج الأرقام دي عشان تظبط بيها، عشان تبقى فاهمها يعني إيه. يعني بمعنى ال20 هرتز ديت، من أول 20 هرتز لغاية 100 150 هرتز، الطبقة دي اسمها سب ووفر. سب ووفر دوت معناه اللي هي الترددات المنخفضة قوي. الترددات المنخفضة قوي، الصب يعني تحت، يعني الترددات المنخفضة قوي اللي هي بنسميها البيز. بس البيز بقى اللي هو ايه؟ اللي هو حزم الترددات كده، يعني بتنمل في الجسم. فدي اسمها سبوفر، لان احنا عندنا مناطق الصوت ديت متقسمه. احنا قلنا من 20 ل 20 اللي هو الترددات. فالترددات ديت متقسمه لثلاث مناطق: منطقه عاليه، منطقه متوسطه، منطقه منخفضه. المنطقه العاليه دي اسمها الهاي. المنطقه المنخفضه دي اسمها اللو، الميد. المنطقه المنخفضه اسمها اللو. وكل طبقه من دولت بتتقسم لثلاث مناطق. يعني الهاي ديت المنطقه العاليه، هاي هاي، هاي ميد، هاي لو. دوت بيبقى يعني منطقة عالية قوي، منطقة عالية متوسطة، منطقة عالية منخفضة. أول درجة في العالية في منطقة الهاي، والميد كذلك واللو كذلك. ودي عندنا هنا بتتقسم بأرقام. يعني عندنا من 20 لغاية مثلا 250
دوت اللو. من 250 او مثلا من 300 لغاية 2000 ده الميد. من 2000 لغاية 20000 ده الهاي. تمام. فالارقام ديت هبقى انزل لكم جدول كامل بالقصة ديت عشان تفهموا يعني ايه مدى ترددي، ويعني ايه الترددات ديت بتبتدي من وإلها، عشان نبتدي بس ايه نفهم يعني ايه صوت. ده مبدئيا. فاحنا اتفقنا ان الصوت بيبتدي من 20 هرتز لغاية 20000 هرتز. طيب نخش بعد كده بقى، احنا عايزين نترجم الترددات ديت. طب ايه اللي بيترجم لنا الترددات ديت بقى في المجال بتاعنا او مجال الصوت؟ السماعة. السماعة ديت هي اللي بتترجم الترددات ديت، وهي اللي بتخرج الصوت. بتختلف انواع السماعات على حسب انتاجها وتصنيعها للمجال اللي تستخدم فيه. يعني احنا عندنا المجال بتاع الترددات ديت احنا قلنا طبقة عالية، طبقة متوسطة، طبقة منخفضة. في سماعة بتنتج الطبقة المتوسطة، وفي سماعة بتنتج الطبقة المنخفضة، وفي سماعة بتنتج الطبقة العالية. طيب هنحس بقى او هنعرف قدام ان السماعة طبعا ليها قطر. كل ما قل القطر بتاعها كل ما كانت الترددات الخارجة منها ترددات مرتفعة. كل ما قل قطر السماعة كل ما كانت الترددات اللي تنتجها السماعة ترددات مرتفعة. كل ما زاد قطر السماعة كل ما قلت الترددات المرتفعة ديت لنسب أقل، لمتوسطة، منخفضة، منخفضة قوي، متوسطة، نص نص، على حسب الصناعة بتاعتها، على حسب المدى الترددي اللي هي بتنتجه. تمام. احنا كده بنبتدي واحدة واحدة كده عشان نبسطها للناس. هنلاقي من ضمن أنواع السماعات عندنا سماعات اللي هي حاجة اسمها تويتر. تويتر دوت هنلاقي الحجم بتاعه حاجة صغيرة جدا، وفي حاجة أكبر سنة وفي حاجة أكبر سنة. دوت خاص بوضوح الصوت اللي بيطلع الترددات العالية قوي اللي بتمشي على مسافات وبتبين الصوت الواضح. بعد كده في سماعات بقى بتندرج 8 بوصة، 10 بوصة، 12 بوصة، 15 بوصة، 18 بوصة، 21 بوصة. السماعات ديت كل ما كبر القطر بتاعها كل ما ادت ترددات منخفضة شوية. يعني أنا ما ينفعش عندي في سماعة البيز أحط مثلا سماعة 8 بوصة، سماعة 12 بوصة، وأقول لك أنت هتديني بيز، والبيز دوت هينفعني في أماكن مفتوحة والكلام ده. لأ، هنلاقي الصبات اللي هي بتبقى موجودة في البيوت، اللي هو السب ووفر والكلام دوت اللي بيبقى موجود في البيوت، بيبقى فيها سماعات 12 بوصة وبتدي بيز. دي خاصة بالأماكن المغلقة اللي هم مثلا بيت الكلام دوت كمبيوتر قاعد جنبه ده بس. لكن في الأماكن المفتوحة أنت عايز سماعات الكواليتي بتاعها أعلى، بتعمل إزاحة للترددات أعلى. يعني إيه إزاحة الترددات؟ إنتاج للترددات أعلى عشان تغطي المنطقة اللي أنت شغال فيها وتديك مسافات بعيدة. فلازم أقطار الأطباق بتاعتها تبقى كبيرة، لازم تبقى الأقطار ديت كبيرة. فهنلاقي بداية السب عندنا أو بداية البيز عندنا بالمعنى الدارج اللي هي 18 بوصة. 18 بوصة ديت بتبقى قادرة اللي هي تنتج الترددات المنخفضة، بشرط إن البوكس بتاعها، الكابينة بتاعتها اللي هي بتنتج لها القصة ديت بتبقى متوافقة معاها في التصميم. وده برضه هنبقى نتكلم عليه لأن دوت حوار كبير جدا يعني. فهنلاقي احنا هنبدأ بقى من اللي هو البيزات. البيز هو الكابينة الكبيرة، الصندوق الكبير اللي بيبقى محطوط على الأرض تحت، ده بيديك الترددات المنخفضة اللي هو ما نسميه باللغة الدارجة البيز. فأقطار السماعات ديت
اللي هي ال 18 بوصة دي بتبقى طبعا مختلفة من شركة للتانية على حسب البيانات اللي هي بتنتجها، على حسب البيانات اللي هي موجودة بيها. في واحدة بتبقى شغالة ووفر، وفي واحدة شغالة سب ووفر، يعني بتاخد طبقة من طبقات اللو اللي احنا اتكلمنا عليها، واحنا بعد كده بنخصصها للقصة دي. في سماعة تانية 21 بوصة أكبر منها، وبالتالي الكابينة بتاعتها أكبر، فبتنتج ترددات أقل من الترددات المسموعة للبيزا ال 18، لأن البيزا ال 18 دوت بيبقى الترددات بتاعته مسموعة، أنت ممكن تسمعها، لكن الطبق ال 21 دوت أو الدرايفر ال 21 أو السماعة ال 21 بوصة ديت بتبقى الصوت بتاعها محسوس، محسوس اللي هو ممكن بيمشي في كل أجزاء جسمك، بينمل الجسم، ممكن تحسه بجسمك أكتر ما بيتسمع. هو ما بيتسمعش، هو أنت بتحس إن في حاجات بتترج جواك. فده طبعا ليه استخدامه، وده ليه استخدامه على حسب الأماكن اللي أنت بتبقى موجود فيها. نيجي بعد كده للسماعات الأعلى شوية، الأقل في القطر شوية، يعني مش الأعلى شوية في القطر، لا احنا بادئين من المنخفض، تردداته المنخفضة بس القطر بيبقى أكبر. نيجي للسماعات اللي هي 15 بوصة. ال 15 بوصة ديت بتبقى قادرة اللي هي تمسك الطبقة الميد. الطبقة الميد ديت اللي هي بتندرج من مثلا 300 هرتز لغاية 2000 هرتز، فهي بتبقى مسؤولة عن وضوح الصوت، مسؤولة عن فخامة الصوت، مسؤولة عن الطبقات أو الترددات المتوسطة اللي احنا بتوضح الصوت في التراك اللي انت شغال بيه، او الصوت اللي انت بتلعبه والكلام ده. فالميد دوت مطلوب جدا، ليه؟ بيوضح فخامة الصوت. فالميد ده هو الترددات اللي هي بتبقى في نص الترددات اللي الودن بتقدر تسمعها. فدي برضو بتبقى فيها ميد لو. ميد لو اللي هي بتبقى قريبة للبيس شوية، يعني هي بتطلع ترددات منخفضة بس هي بتسمع مسموعة أكتر، يعني مسموعة أكتر، يعني تقدر تسمعها بودنك. الميد اللي انت الطبقة اللي هي بتبقى خالية من الترددات المنخفضة اللي هي ما فيهاش بيز والكلام واضح فيها. الميد هاي بيبقى الصوت بيبتدي بقى ايه، يعني يخش في مجال اللي هو بيبقى رفيع شوية، باللغة الدارجة بيبقى متربل شوية. طبعا ال 15 ديت بتختلف التصميم بتاعها، تختلف بياناتها، بيختلف البوكس بتاعها في الاستخدام بتاعها. يعني دي بتنتج من مثلا من كذا لكذا، دي بتنتج من كذا لكذا، على حسب استخدام اللي انت موظفه ليها. نيجي بعد كده للسماعة اللي هي ال 12 بوصة. السماعة ال 12 بوصة بالتالي هي تلاقيها بتنتج تردد في نفس ترددات الميد بس بالعالي شوية، ترددات أعلى شوية. يعني مثلا لو 15 مثلا بتنتج لغاية مثلا 1000، يبقى من 1000 ل 2000 ديت الترددات الخاصة بال 12 اللي هي تقدر تكمل معاك. يعني يبقى أنا لو شغلت تراك مثلا، التراك دوت بادئ مثلا من 40 هرتز لغاية 10000 مثلا يعني. فاحنا عندنا احنا مقسمين السماعات عشان تطلع كل سماعة يطلع جزء من الترددات ديت، عشان في الآخر انت تسمع الصوت مجمل، يبقى الصوت كله واحد. انت مش سامع السماعه دي لوحديها، انت سامع الصوت كله مجمل، وده هنتكلم عليه قدام. بعد كده نيجي للسماعات اللي هي الاقل التويترات، او السماعات ال10 بوصه او ال8 بوصه. طبعا كل حاجه بتبقى خاصه بالمجال بتاع الترددي اللي انت موظفه ليها. ده بالنسبه للصوت عندنا، بالنسبه للسماعات عندنا. نيجي بعد كده لانواع يعني انواع انظمه الصوت في مجال الدي جي. هنلاقيها كذا كذا نوع. النوع اللي هو البوينت سورس، او النوع اللي هو انتوا بتشوفوا في القصه ديت اللي هي السماعات اللي هي بتبقى موجوده في المكان بتاعها، اللي هي بتبقى السماعات التاور اللي هي هايتين وبستين.
بتبقى عبارة عن هايتين، الهايتين دول كل هاية شايلة 15 وتويتر، و15 و15 وتويتر، وفي بيستين تحتيهم. دي حاجة بنسميها احنا بوينت سورس، اللي هي السماعات النقطية اللي هي موجودة في المكان بتاعها، مش متعلقة لاين اري، مش مونيتور، مش الكلام دوت، لا دي قصة تانية. تمام. فالسماعات ديت بتبقى موجودة عشان تغطي مساحة معينة من الناس، مساحة معينة من المكان اللي انت عايز تغطيه. تمام. وانا هجيب لكم برضو صور منها عشان تبقى القصة مفهومة. يعني احنا هنبتدي دلوقتي اهو، هجيب لكم حاجة منها كده اهو. يعني هنبتدي اهي، دي يا جماعة، دي دوت بيسموه السماعات او الطقم اللي هو الدبل. دبل يعني ايه؟ في 2 هايات و2 بيزات زي ما انتوا شايفين كده اهي، 2 سبوفر اهم. تمام، اللي انتوا شايفينه دوت. فاحنا هنا بالقصة اللي انتوا شايفينها ديت، دي هنا السماعتين دولت عبارة عن 2 15 والتويتر فوق، و2 15 والتويتر فوق. وهنا لو تلاحظوا البوكس اللي انا كنت بتكلم عليه بتاع البيز، بصوا كبير ازاي يا جماعة، بصوا المكان بتاعه هنا عامل ازاي. هتلاقي الحجم بتاعه كبير عشان يجمع معاك ويطلع. دي خروج الفتحات الهواء من هنا، اللي هي خروج البيز من هنا، خروج الترددات المنخفضة. في بعد كده عندنا اللي هو اللاين اري. اللاين اري دوت اهو. دي السماعات يا جماعة بتبقى سماعات كتير قوي كده متعلقة، وديت ليها طبعا قصة تانية هنبقى نحكي لكم عليها. دي اللاين اري. تمام. من ضمن الشغل اللي هو من ضمن أنظمة الصوت اللي احنا بنشتغل بيها. تمام. وفي عندنا المونيتور. المونيتور دوت بيبقى خاص مثلا اللي انت عايز خاص بآلة شغالة، خاص بمطرب شغال. طبعا المونيتور دوت ممكن يتحط على الأرض، ممكن يبقى ستيج المسرح والكلام دوت، يعني يبقى محطوط للستيج في قدام المسرح عشان المطرب مثلا، عشان آلة معينة شغالة معانا. فده كله يا جماعة إن شاء الله بإذن الله هنبتدي نتكلم فيه باستفاضة. أنا كنت النهاردة بس بوضح يعني إيه الصوت، يعني إيه الترددات، يعني إيه القصة ديت، عشان نبتدي نحسن المعلومة وتبقى واضحة لكل الناس. ماشي يا جماعة. فإن شاء الله بإذن الله في اللايف الجاي إن شاء الله هنتكلم على مجمل الصوت تاني. يعني إن شاء الله هنتكلم على كل نظام صوت من أنظمة الصوت اللي انتوا شفتوها ديت، هنتكلم عليها. ده بيستخدم في ايه، ده بيستخدم في ايه، ده بيستخدم في ايه. ازاي الأجهزة اللي بتتوصل مع الحاجات ديت، الأجهزة اللي بتظبط الحاجات ديت، آه ازاي اخرج او العب مزيكا. كل ده هنتكلم عليه في الايام الجايه ان شاء الله. احنا بادئين معلومات يعتبر مبادئ صوت. احنا مش بنقول حاجه هندسه صوت والكلام دوت، لا احنا بنتكلم في المجمل. احنا بنتكلم باللغه العاميه، بنتكلم اكننا قاعدين مع بعض، يعني قاعدين مع بعض قعده دردشه والكلام دوت. الفيديوهات تبقى سهله عشان في ناس كتير بتخش المجال تقول لك انا مش عارفه اعمل ايه، ابتدي ازاي، اسوي ايه، اترك ايه، الكلام دوت. فاحنا هنبتدي ان شاء الله نشتغل على القصه ديت. هوريكم الامبليفايرات، هوريكم الباورات اللي هتوصل عليها، هوريكم كل حاجه، هوريكم كل حاجه احنا ممكن نشتغل عليها في المجال بتاعنا هنا. هوريكم الكروس اوفر. كروس اوفر ايه هو الكروس اوفر؟ هوريكم الميكسر ايه هو الميكسر. المايكات، كل دوت هنتكلم عليه ان شاء الله.
فانتظرونا بإذن الله في حلقات جاية إن شاء الله، وكل يوم معلومة في المجال بتاعنا. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وإن شاء الله بإذن الله أقابلكم في فيديوهات تانية. السلام عليكم.